اهلا بيكم فيديو جديد حبايب قلبي. طبعا فيديو كله حماس وطاقة ايجابية. هنقول لكم يومي النهاردة. طبعا انا رجعت من الشغل. هوريكم بقى روتين المستعجلين، روتين الام العاملة اللي برضو رغم كده مش بتحرم ولادها من اي حاجة. قبل ما نبدأ كده ونقطع الخضار بتاعنا الحلو ده عشان اقول لكم هنعمل ايه. عايزاكم كده تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وكمان لو بيعجبكم الفيديوهات تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس لو مش مفعلين علشان يوصلكوا كل جديد. وعايزاكم تشيروا الفيديوهات على قد ما تقدروا علشان القناة تتشاف بفضلكم، بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم فضلكم ان شاء الله. هنا بقى قطعت زي ما شفتوا كده بصلتين وقرنين فلفل حاميين وشوية بقدونس او كرفس، وحطيت كمان معلقة خل وطماطميتين، وظبطت بقى ملح وكمون وكزبرة وكمان خلطة او بهارات الفراخ، وظبطت الدنيا كده ومعلقتين زيت. دول برضو ايه عشان الخلطة تلمع كده ويبقى شكلها حلو، وحطيت كركم وكاري. بعد ما ظبطت الدنيا دي كلها كده بقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعضها بالشكل ده بعد ما فرمتها كويس. وبعدين هحطها على الطبق الجميل ده. الطبق ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كيلو أجنحة ونص كيلو بانيه. تبلتهم كده مع بعض، بس طبعا مش هعملهم مع بعض، يعني تبلتهم بس مع بعض بنفس التتبيلة. وحطيت كمان علبة زبادي وواحدة كاتشب برضو ايه بتدعم الطعم، ولو عندك مستردة ممكن برضو تحطي، بس دي اختيار. تبلتهم كده وسبتهم شوية، وبعدين سخنت الطاسة قوي زي ما انتم شايفين كده او الصينية، ونزلت فيها الأجنحة. اديت للأجنحة صدمة كده، وانا هعملها كده من غير مية ومن غير اي حاجة. هعملها زي المشوية كده في الطاسة وهتستوي وهتبقى زي الفل. خدوا بالكم معلقة الخل بتدي سوى اسرع للفراخ او اللحوم عموما، وبتدي كمان الزبادي بيدي طراوة للحمة مبيبقاش ناشف. اكلة اقتصادية جميلة مغذية ومشبعة، مع شوية رز بسمتي. مع بصراحة عملت نص البانيه كمان علشان احنا طبعا 6 افراد وفي شباب وفي كده، فطبعا عملت نص البانيه وعملت الرز البسمتي، عملت رز بسمتي نص كيلو، وعملت كمان اللي هو الاجنحة. ده يوم كل واحد كده خدله جناحين وقطعة بانيه. فأكلة جميلة جدا 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 زي ما انتم شايفين شكلها يفرح. حطيت بقى البقسماط الكريسب دي بحبها جدا اللي هي الحار، وبدأت ان انا دي سعرها حوالي مثلا ايه 30 جنيه، بجيبها بتكفيني كذا مرة. كسرت بيضة بقى على البانيه ده، وبدأت ان انا احط البانيه في البقسماط واغطيها جدا واضغط جامد قوي واطلع في الطبق. اهم حاجة في البانيه انك تضغطيه كويس جدا في البقسماط. طبعا البقسماط دي متحيقة ما بتحتاجش اي حاجة، وكمان بتحطيه كذا مرة، وبعدين بتحط زيت مش غزير، يعني يدوب الزيت يبقى تحت البانيهاية كده زي ما انتم شايفين. عمر الكفر بتاعها ما ينزل ابدا 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 ابدا. ده الرز البسمتي شكله يفرح القلب، وده الأجنحة. الله الله الله، أكلة حلوة. وكان عندي شوية مكرونة كده مقيم الكشري متلخبطين على بعض كده سخنتهم. ده بقى يوم جديد ويوم تاني عملت فيه برضو شوية حاجات حلوين، قلت انقل لكم الأفكار بتاعته. عملت لهم أول حاجة كده ترتب على قلبهم قبل ما أبدأ في أي شغل. عملت كريم كراميل. العلبة فيها باكوين ب35 جنيه. احلى تحلية واحلى ترطيب وارخص كمان، حاجات كلها موفرة وجميلة جدا جدا. جبت لتر لبن وفضيت فيه الباكوين بتوع الكريم كراميل، وحطيت الكراميل اللي تحت كده في القوالب دي. وبعدين بعد ما اللبن خد غلوة كده ببواكي الكراميل بقوم حطاه في القوالب دي. طبعا ما زودتش اي حاجة عليه غير كده.
وبعدين حطيته بقى وسيبته يبرد، وبعدين هحطه في التلاجة على بال بقى ما اعمل الاكله الجميله بتاعتي دي. النهارده هعمل العكاوي زي طاجن كده. هقطع كده البصل حلقات كده او جوليان، وهقطع عليه قرن فلفل وطماطميتين وشويه بقدونس او كرفس، وهوضب كده شكل جميل كده، وتغطيه للكوارع. حاجه سهله وبسيطه مبتاخدش وقت خالص. دي كلها اكلات سريعه يا جماعه ومنجزه وبسرعه بسرعه بسرعه وانت واقفه. حطيت بقى بهارات لحمه، وحطيت كركم وكاري، وحطيت فلفل اسود، وحطيت ملح، وظبطت كده البهارات بتاعتي. عايز تحطي معلقه بابريكا حطي، وشويه خل ومعلقتين زيت، وهوب هوب هوب هوب. وتلخبط بقى اللي هي العكاوي كده في البتاع ده. ممكن تعمليه طاجن وتزقيه في الفرن، ممكن تعمليه في كيس حراري، ممكن تعمليه في النار في حلة كده زي ما انت شايفة من غير ولا نقطة مية، برضو هيبقى زي الطاجن وهيبقى جميل جدا. هنا الكريم كراميل كان خلاص جمد، وشايفين كانت تحلية حلوة قوي. شايفين يعني ماسك نفسه وطعمه لذيذ وجميل، وخصوصا لو عملتيه بلبن اللي هو الحليب ده بقى طعمه حلو قوي. العكاوي خلصت، شايفين شكلها حلو ازاي، مع رز برضو، مع شوية بطاطس، او مع رز وخلاص، او مع مكرونة، بتبقى اكلة جميلة جدا. ده بقى يوم تاني برضو اكل مستعجلين، برضو كنت مستعجلة جدا وراجعة متأخر جدا جدا من الشغل، وعمالة دماغي تودي وتجيب اعمل لهم غدا ايه اعمل لهم غدا ايه. ده العصر ادن واتأخرنا. قمت جايبة لفة جلاش، وعندي الجبنة الموتزاريلا، وقمت ايه عاملة لهم الفطاير دي بسرعة كده على الطاسة. وكانت اجمل غدوة، مع طبعا اللي عايز بقى طحينة، اللي عايز مثلا سلطة، اللي عايز ده. الحاجات دي ايه سهلة بقى. بعمل عليها كده بيضة، او ساعات احط الجبنة بس، ممكن جبنة بس انا عندي ولادي بيحبوها عليها بيض. زي ما شفتوا كده سهلة جدا جدا، ما بتاخدش 5 دقايق. أكلة سريعة جدا ومنجزة وموفرة وكل حاجة. طبعا عندك الجبنة ب60 جنيه، وورقة الجلاش دي ب20 جنيه، يعني أكلة. والكام بيضة دول قولي 10 جنيه، يبقى أنا عندي أكلة ب80 جنيه أكلت العيلة كلها وشبعتهم كمان، لأن الحاجات دي بتبقى مشبعة. شوفوا شكلها حلو ازاي وجميلة ومستوية، ومبكترش الجلاش، يعني هما ورقتين فوق بعض كده. بحبكم جدا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ومع السلامة.